أنا قررت هذه السنة أغير أحدث سيارة. مسرع وهذه عقل ما أقعدش معك سنة ثانية طبعا. هذه السيارة بدي لها أخي محمد نتواصل بها بدل ما يتبهدل المواصلات. ما لقيت شخص غير هذا الكوري يركب مواصلات ولا يمشي يريقل هو الشغل ما يخلص لو يشتري لا يشتري. صح طيب بيشتغل بس اسأل أبوك هل بيجيب له فلوس ولا لا؟ أكيد بيجيب لهم ويشتغل بدون مقابل. ما تكلمني يا أخي محمد عن حق. قال لا بيجي يسلم عنده لما يبيع العمارة ولا يجيب له ولا ريال. لما يبيع العمارة يقول له الفلوس غير حد. محمد أخوك ما عقلش الفلوس ولا ماشي فلوس ما لناش دخل. كيف المعهد معك يا أخي أحمد؟ والله تمام بس بواحد لغيك بالجماعة عارفه سو اليوم. هلا يا قلبي. هبا ايوه احنا عملنا الان حادث انا صدمك انا واحمد. ايش صدمت؟ انت واخوك ما بقي بكم شيء؟ لا الحمد لله سلامت ما بيننا شيء انا واحمد الا بس ايش؟ لا الحمد لله سلامت بس الا الضرر السياره حقنا والسياره حق اللي صادمنا احنا وياه. سهل اهم شيء رواحكم. اما الحديد هيتعوض طبيعي. ايوه بس الان ذحين اللي يقول شينا نصلح السياره لان انا غلطان. سهل شيل رقم حسابه وانا ودي على حسابك ما يشتي. ما بالنسبه للسياره بعوضك احلى منها. يلا تمام الله يحفظك يابا ان شاء الله خير. الله يحفظك يا ابن ادم ثلاث ما نطق وانت تغير سياره جديده جاءت لك الفرصه لم اتوقعها. مبروك مقدما يعطيك غيرها ويكفيك شرها. الله يهديك بس. بشار البضايع تحت خلي حلها فوق تمام. طيب حاضر. يلا تسلم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المكتب عندي. تفضل المكتب. تفضل ايش المشكلة؟ فين المدير؟ المدير مش موجود، انا ابنه تفضل. أنا مندوب الشركة التي تستورد منها البضائع. ايوه كمل ايش المشكلة؟ مديرنا يشتري الحساب اللي باقي عندكم. طيب انت كلمت بي؟ المدير يتصل له كل يوم ويردش عليه وحملني المسؤولية إن أنا أتصل في الديون اللي عندكم كامل. ايوه؟ قال اليوم تسددوه ولا يشتكي بكم للنيابة ويقفل عليكم المول. طيب ان شاء الله خير. قل له يمهلنا يوم او يومين وان شاء الله اسدد الديون. طيب إن شاء الله خير. طيب ما كلمتنا، كم عنده بيدين؟ 6 مليون. هذا المبلغ كبير جدا، ممكن تمهلنا اسبوع. والله أنا جبت لك مولانا بكرة احتراما لك، لو كان أبوك هلو كنت بقفل المول. بإذن الله إن شاء الله خير. أيها خدمات. تسلم الله يحفظك. الله خير. الله يهديك يا رب، الله يهديك. يا بشار تعال لنا. ها مدير. بشار انا الان عاد اخرج وارجع تمام، معاي مشوار امسك بدال المكتب تمام. السلام عليكم يابا. ليش تركت العمل وجيت؟ جيت بموضوع ضروري يابا. ليش ما بتردش على الناس؟ اي ناس؟ يابا صاحب الشركة بيقول عليك 6 مليون دين واتصل لك ما بترد. يابا عيب عليك. قل له يصبر ما فيش فلوس.
جاب لنا فرصة لبكرة ولا بيشتكي علينا للنيابة. قال لك هكذا؟ أيوة. قول لي اشتكي، ما مش عندنا هذا. بس هذا عيب يابا ما يصلحش. إذا أنت بتهم العين تصرف وسدده. يعني هذا كلامك يابا؟ ما بش فلوس، كرهت. شليت سيارة لصادق أخوك. شليت لصادق سيارة بالدين الذي في رقبتك للناس وجاي تحملنا المسؤولية. يابا أنا بين أشتغل ليدك وأنت عارف هذا الشيء، وأمشي مواصلات كل يوم، ولا مرة تجرأت أقول لك أشتري سيارة مثل أخوتي. وأنا بين أشتغل بالشركة لأنها بين أتعب، بين أفعلهن كلها لوحدي يابا. ترك دراستي وأحلامي علشان إيش؟ علشان أحافظ على ثروتك. بالآخر تجازينا كذا، بالآخر تقول لي تحملنا المسؤولية. تحملنا المسؤولية مشان إيش؟ مشان لأننا كنت كوف معاك وتحملت الشركة وتحملت كل حاجة لوحدي. وبيطلع لك لسان. يابا ما طلع ليش لسان، بس كل الضغط علي أنا خلاص تعبت. كملت كلامك؟ انقلع يلا، شيل سدد الديون. حاضر يابا، أنا أصلا قد وعدت الرجال وأنا قد الوعد. يا ريت كنت توفيت أنا ولا توفيت يوم. ايوه عيالي، كيف الدراسة معاكم؟ والله يا الدراسة تمام، بس أخي صادق مش تمام، يوصلني وأخرنا. صدق يا ولدي؟ يا بلا تصدق أحمد هذا مهمل، والله إنه مهمل. كل يوم أجلس أقيمه للساعة 8 أبلغ مجزعتي. الله يهديكم يا عيالي، وانت يا احمدكم بطل كسل. والله يا عيالي قوموا حتأخروا على دراستكم. والله إنه من ستة. حاضر يابا. استأذنك. سامحيني يما، ما آخر ذكرى تبقت لي منك. مضطر على هذا الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ هذه الفلوس، هذه دولار 6 مليون، تمام؟ مثل ما وعدتك. أي خدمة لك؟ يلا مع السلامة.
محمد المولي. أرض الله واسعة يا أخي. ليش بتسافر يا أخي؟ أهرب من ظلام أبوك وأريحه مني. ليش زعل من أبي؟ أبي إيش عمل؟ اسأله بتعرف. اسمعني يا محمد، لا تتركناش. العمل كله معتمد عليك. أبوك هو صاحب الحق، خلوه يتصرف بحقه. أنا ما لاقت منه غير الظلم والقسوة والإهانة فقط. خليني أروح أشوف حياتي وأشوف كيف بيدبر الأعمال بدلي. يعني كيف؟ بتتركنا؟ ما بترككم، بس فترة بتعدي إن شاء الله لحتى أبوك يعرف قدري وقيمتي، كيف بين تعبنا. لوين الغالي؟ ماشي من هذا البيت. ماشي. سكها الله معك، فكان مكة. سعدنا فراقك يا عزيزي. خاطرك يا صادق. خير خير إن شاء الله. ليش تكلم أخوك الكبير بهذه الطريقة يا محترم؟ أخي أنا هذاك مش أخي، هذاك مجرد عامل بس وبيس. كيف؟ هذا أخوك الكبير وغصبا عنك. أخي هذاك مش أخي، ولا يشرفنا إنه يكون أخي، هذاك مجرد عامل فاشل بس، وبنجيب عامل أحسن منه وأفضل منه ب1000 درجة. أنت عارف إن هذا الشخص اللي تتكلم عنه، هذا العامل إنه ماسك عقارة أبوك كامل. أبوك إيش قد عمل؟ وأنت إيش قد عملت أصلا؟ لما تيجي تتكلم عليه. لا مش عارف ولا ايش تعرف، أصلا من عندك قد حاسبنا. أنا أخوك الكبير يا كلب. تمد يدك علي؟ هو مش غلطك أنت، هو غلط أبي إنه يدللك، لكن من اليوم أنا أقول لك كيف الخبر.